الحياة من العاصمة الإدارية الجديدة بأيادي المصريين كمدينة ذكية مغطاة بشبكة معلومات بتضم مجموعة من الأحياء. الحي الحكومي من أهم منطقة هيدار منها مصر سياسياً واقتصادياً. الحي المالي المنطقة بتضم جميع المقرات الرئيسية لكل الهيئات الاقتصادية في مصر، البنك المركزي، هيئة صك العملة، بورصة المصرية، هيئة البريد المصري. الأحياء السكنية النهارده حضرتك تقدر تسكن وتعيش بالتزامن مع الجامعات، مع المدارس، مع المولات الترفيهية والتجارية. مدينة الثقافة والفنون. فأنا بتكلم عن أعظم إنجاز موجود في الشرق الأوسط بالكامل. النهر الأخضر، حديقة النباتات التراثية وحديقة الحيوانات المفتوحة، مسرح مكشوف ومنطقة الأعمال المركزية. خدمات عامة، المحلات شغالة في أنشطة متنوعة تكفي للحياة اليومية. أول حاجة دخلتها كان السوبر ماركت، حبيت أشوف الحاجات اللي موجودة فيه، موجود فيه كل احتياجات الأسرة، من أكل من شرب من احتياجات كاملة. وسائل النقل والمواصلات. دلوقتي هاخد حضراتكم في جولة من خلال الخط الثالث داخل العاصمة الإدارية الجديدة. الجامعات والمدارس والجامع والكاتدرائية للصلاة والدعاء والسلام. العاصمة الإدارية واقع بيتحقق، شاهد على أحلام المصريين. أنا مصري إذا أنا أستطيع مكاني وحقي بها لن يضيع، ونحيا بها دون أي اختلاف، ونمحي الفوارق بين الجميع. بلادي 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 اسلمي. مستشارك العقاري KHL من الحياة في العاصمة الإدارية الجديدة.